ألست الذي تتقينا بيقينا سبحنا على لجج دمانا وللنصر رحنا نسوق السفينة وثورنا نفجر نارا ونورا ونصنع من صلبنا الثائرين. هؤلاء هم مفخرة الجيش الوطني الشعبي، سلاح فريد من نوعه، سر تميزهم قوة الأجسام وشدة الصبر. هم المغاوير، على اعتبار أن المعارك تربح في العقول قبل أن تخاض في الميدان. هنا بمدرسة التكوين المغاوير والتدريب المظلي الشهيد دربال مبارك ببغار ولاية المدية، يتلقى هؤلاء تكوينا نظريا عن مختلف العلوم العسكرية، ويكتمل بالتدرب على الفنون القتالية العالية إلى جانب الرماية باستعمال مختلف الأسلحة. من تدريب المظلي بالمدرسة هو إلمام الطالب بكل المعلومات المتعلقة بالمظلة بما فيها التخصيص والخواص الفنية والتكوين العام للمظلة من أجل الشروع في مراحل الطي وتنفيذ القفز الحقيقي.
ولأن الجيش الوطني شعبي مرجعية في الاحترافية، فالعديد من الدول الأجنبية ترسل المئات من الطلبة لتلقي التكوين من أعلى طراز، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب. كل محسوب كل سنة يتخرجوا حوالي 1000 متربص، يعني فيه دفعتين، كل 6 أشهر كاين دفعة، يعني على مستوى السنة كاين دفعتين، بما فيها ثاني أجانب يجيو لهنا يديروا دول شقيقة، يجيو يديروا التربص مغوار لمدة الفترة ماهيش طويلة ويستفادوا ويروحوا. كذلك في مكافحة الإرهاب كذلك. لن تلبس الجزائر ثوب الحداد ما دامت القوات الخاصة بالمرصاد هو شعار شباب اختار تضحية